فإذا بالتي هي أحسن، سواء في المحجبات ولا مش محجبات، أو اللي كيصلوا واللي ما كيصلوا، دائما بالتي أحسن، وأحسنوا بهم الظن، وأرجو من الله عز وجل لهم الخير، وأدعو لهم في دعاء الرابطة. قبل الإخوان كانوا يوصيكم على دعاء الرابطة، وأنا أكرر، أعطاكم الله عز وجل واحد المدخل قريب، واحد المشرب عذب وحلو ولطيف، بشرط أن لا نبقى في هذه المرحلة لكثرة ما نوصي بدعاء الرابطة. قد يظن بعض الإخوان والأخوات أنه هي سدرة منتهى صافي. أنا كان حاضر دعاء الرابطة، كان صافي وصلت، وليت أنا من، وهذا غلط كبير بزاف بزاف بزاف. دعاء الرابطة النتيجة ديالو شنو هي؟ أولا نخرج من المعاشرة ديال الغافلين، سواء منهم اللي لا بد لي من معاشرتهم في الكلية ومن تدافع معهم، أو في البيت ديالي أو في المكان. نخرج من هذه الربقة، هذه القجة ديال معاشرة الغافلين عن الله، ونعاشر الصالحين. هاني كان ندعي في دعاء الرابطة، وذكر في كتاب موسى وفي كتاب إبراهيم، وكان حب هاد الناس، وكان هذه يعتبر مرحلة عسى، غير مرحلة صغيرة. إلا بقيت فيها بقيت في تبرك. شنو تبرك؟ يعني شي بركة والسلام عليكم. ولكن اللي يطلب الله عز وجل أن يوقظ همتك، وأن يوقظ همتك أن تكون أنت هو معي القرار ذلك، أنت هو الولي الصالح، أنت هو العالم الجابد. تكون واحد الموقظ، واحد السلسال ديال المكانة كيسلسل عليك، يقول لك فيق. ها حنا في المراتب العليا وانت فين؟ فإذا صحبات الأخيار في دعاء الرابطة هروب من ربقة معاشرة الغافلين عن الله. ولكن هذه غير مرحلة باش تتفيق. كيف دير تفيق؟ إيوا دير كما دار الإمام الغزالي، كما دار الإمام الشهراني، قرأ المنقذ من الضلال، فذهبت عند الصوفية فوجدت أنهم كذا وكذا، وأنهم أحسن خلق الله كذا هذا الكلام اللي كنت قلت قبيله، هذا يفيدكم أيضا، هو أنه لا يبلغ عن الجماعة إلا من تشرب منهاجها وعاش روحانيتها، وكان في قلبه وفي عقله معا انسجام في العقل والقلب. إذا ما كانش هذا الانسجام وهذا التواصل، غادي يبلغهم الفكر صافي. إذا كان عندهم مسائل قلبية ومحبة غادي وما عندوش لذلك الله يرحم سيدي أبي الحسن الشاذلي كان لا يقبل في حضرته وفي جماعته إلا عالما تعرف الشريعة شنو هي. كيدير له امتحان، كيجيب علماء كيقولوا امتحنوا هذا الخي واش كيعرف الشريعة ولا لا. وهذيك الساعة تجي تكون الصوفية وتذكر الله وتكون. فاحنا كذلك، إذا ما كانش انسجام وتعاضد بين العقل وبين القلب، يعني بين ما يشعر به القلب وهو حب الله والاستعداد للآخرة وطيها شي كنا كنقولوا قبيله صلاة المودع، وبين الفكر خصنا نديروا كذا ونديروا كذا ونديروا كذا، وخصنا الشريعة تحكم. ولكن معنى تحكم ماشي تغلب على خصنا نجمعوا بين هذه. الله يعطينا هذا الجمع هذا، والجمع هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نقلدوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. من الصعب جدا في ديار الغربة وفي ديار المغرب أن تدعو الإنسان للصحبة، رحمك الله، من الصعب جدا جدا. ذلك أنه في الخارج تعدد المشايخ الصوفية وكلهم فيهم الخير، وانتم عاد اكثر بكم الثقافه هذا الشيء ديالكم. هذه الصعوبة الخارج. الصعوبة ديال الداخل انتم كنعرفوكم.
الصعوبة ديال هنا يقول لك احنا كنعرفكم، قرينا شنو كنتم ناس نتوما ناس، وكان قبل منكم الناس اللي تطلبون السياسة بالدين ومفهوم داك الشيء ديالكم، فمن الصعب جدا. فإذا ندلوا الناس شوية بشوية على الآخرة، نزرع في نفوسهم وفي قلوبهم الآخرة. إذا وصلنا لهذه لا بأس علينا. إلى هذه تحاشيناها وكنا كنتكلموا الفراغ وما مشينا لفين، ما غاديين لفين، ما غاديين لفين. هاجي تقول له جماعة كذا وكذا وعندنا كذا وعندنا كذا، لا. ما يزال في قلبهم الآخرة، أصبح يفكر في المصير. وبهذا القرآن من أوله إلى آخره، القرآن كله من أوله إلى آخره، ما سير بشيء في سورة قاف وإلى آخره، باش يدلنا على إن إلى ربك الرجعى. راه في السورة الأولى ياك اقرأ باسم ربك الذي خلق، كيقراوها الناس كيقولوا اقرأ ومشيتي صافي، أو الإسلام أول من جاء بالقلم. يا سيدي كتب، مشينا مع الإسلام الفكري، اكتب أنت ونكتب أنا صافي. اقراها بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق. شكون الإنسان؟ هو أنا فكر الإنسان هو أنا. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان. واش القلم بعد اللي مقصود الله عز وجل بالقلم؟ القلم كل معاني القلم، كل معاني القلم، ولها معاني كثيرة جدا، كثيرة جدا. علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إيوا هذا الإنسان اللي علمه القلم فين؟ من علق وطغى. خلق الإنسان علق وطغى، باش نردوا إن إلى ربك الرجعى. غادي ترجع مولانا، غادي تموت وغادي تمشي للآخرة. هنا كيبدا القرآن من الأول. فإذا دخلنا الهم ديال الآخرة راه بدينا. إذا كاين الآخرة، كاين إن إلى ربك الرجعى. فإذا من غير هذا ما كاين والو، لأنه كاين خلق الإنسان ينسى. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. خلقه من علق ثم طغى، ثم قال له غادي ترجع إن إلى ربك الرجعى.